بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لكم على قناة خياطة جزائرية. فيديو اليوم إن شاء الله راح نعملو طريقة تفصيل انصومبل، يعني من قطعتين، الجزء يعني العلوي والجزء السفلي. سروال طبعا. هنا راح نطوي أول حاجة راح نبداو بالجزء العلوي. نطوي القماش تاعي على 4 بهذا الشكل. هنا طبعا راح يديلكم 2.5 متر من القماش. نطوي بهذا الشكل هكذا، نطوي قطعة على 4 بهذه الطريقة. طبعا هنا راح تكون عندنا جهة مفتوحة وجهة مغلقة كما متعودين. نعاود نطويها بهذا الشكل، طوينا على 2 ثم على 4 بهذه الطريقة. عندنا جهة مفتوحة وجهة مغلقة. نجيو من الجهة المغلقة هذه ورايحين نحدو عرض الكتف كما متعودين. مثلا هنا عندنا عرض الكتف 20 سنتيمتر. اول حاجه راح نحدد عرض الرقبه تاعي اللي هو مثلا 8 او 7 سنتيمتر بهذا الشكل هكذا. طبعا راح ننزلو 2 سنتيم ميلان الكتف كما متعودين. هنا طبعا كما شفتوا الموديل تاعنا راه ما فيهش حدة الابط. هنايا راح نكملو بخط مائل الى غايه مثلا هنا راح نعملو هنا طول الكتف راح نديروه عنا مثلا قلنا طول او عرض الكتفين 20 سنتيم، نزعنا منهم قيمة الرقبة. من بعد هذيك القيمة اللي تبقات راح نزيدو لها مسافة 15 أو 13 سنتيمتر. يعني هنا المسافة هذه راح تكون لنا الخط المائل هذا راح يكون عندنا من 33 إلى 35 سنتيمتر. إن شاء الله تكون واضحة. بعد ما حددنا الرقبة حددنا الميلان تاع الكتف تاعنا بهذا الشكل كما قلنا. ننزلو مسافة 25 سنتيمتر حق الكم، 25 سنتيمتر بهذا الشكل هكذا. ثم راح نجي هنا ندخل يعني مسافة يعني من 2 إلى 3 سنتيمتر، يعني مش حاجة بهذا الشكل. وننزل مباشرة للطول المرغوب. هنا وش حبيتو الطول يعني هنا تقدرون من 60 إلى 80 سنتيمتر. نتوما واش حبيتو الطول تاع الجزء العلوي هذا، حبيتوه 80 أو 60 سنتيمتر بالنسبة للطول، يعني هو حجاب طبعا ما يجيناش يعني قصير. هنا كملنا. نجيو هنا للرقبة الخلفية راح ننزلو 2 سنتيمتر. طبعا هنا عندنا الكول غولي. بالنسبة للرقبة الأمامية الخلفية نزلنا 2 سنتيمتر. بالنسبة للخلفية كاين اللي ينزل 5، كاين اللي ينزل 6، لكن هنا راح ننزلو من 8 إلى 9 سنتيمتر. يعني راح يجينا الكول هذاك، يعني باش نقدروا فقط يعني تجينا الفتحة هذيك نقدروا يعني ندخلو من جهة الرأس، يعني باش تجينا يعني فقط مريحة. قلنا نهبطو من 8 إلى 9 سنتيمتر. هنا كملنا الجزء هذا. راح نقصو أولا الرقبة الخلفية، من بعد نقصو الرقبة الأمامية بالشكل تاعي بهذه الطريقة بهذا الشكل. هنا يعني الموديل راهو اوفر سايز، يعني يجي عريض، نقصو بهذه الطريقة هكذا. كملنا يعني الجزء الأمامي والخلفي مع بعض. هنا نقدروا نفتحوا الرقبة تاعنا. بالنسبة لبنات الأكمام راح من بعد نكملوا نشوفوا تفصيل الأكمام. هنا طبعا راح نكملوا قطعة أو الجزء المتبقي للأكمام. كما شفتوا رانا الكتف درناه بزيادة، يعني راح نكملوا فقط القطعة هذه تاع الكم هكذا. نجيو هنا مثلا عملنا 25 سنتيمتر. طبعا هنا من بعد راح نخيطوا القيمة هذه، راح يروح لنا يعني 1 سنتيم من الأمام و1 سنتيم من الخلف بهذا الشكل
هكذا يعني كي نخيطو راح ينقص لنا الواحد سنتيم هذاك. يعني كي نجملو الامام والخلف كانت عندنا 25 راح ترجع لنا 24 سنتيمتر في فتحة الكم. نجيبو الجزء هذا بنات هنا بهذا الشكل وراح نقيسو مسافة 24 سنتيم. كما قلنا الواحد سنتيم هذاك راح يروح لنا في الخياطة. نقيسو 24 سنتيم. طول الكم طبعا راح يكون 45 يعني تكملة فقط للكم تاعنا. هنا يكون طوله 45 سنتيمتر. بالنسبة يعني لفتحة الكم في الأسفل هنا حبيتو يعني تخليوها عريضة مثل ما هي، وتزيدوا هذيك لابوند هذيك اللي جايه في الامام وتعملوا يعني بليات وتركبوها، والا يعني تخليوه بهذا الشكل. يعني احنا راح نقص يعني في القيمه هنايا مثلا 14 سنتيمتر ونوصلوا بهذا الشكل. ثم هذا بالنسبه للاكمام تاعنا يعني كيفاش نكملوا القطعه هذيك باش نكملوا كما قلنا الكم، باش يولي لنا الكم مثلا في 60 او كل وحده يعني والقياس تاعها راح يجينا بهذا الشكل. فيما بعد فقط راحين يتخيطوا. هذا تكملة الأكمام يعني القطعة هذه نفصلها بهذا الشكل. راح نقصوا الشكل تاعنا ونشوفوا باقي العمل. هنا كملنا نقصوا الرقبة الأمامية كما قلنا بهذه الطريقة. طبعا فيما بعد تروح فقط تجملوا عند الأكتاف ونركبوا الأكمام بهذا الشكل هكذا. كما قلنا هنا راه عندنا الرقبه هذيك عندنا كول غولي. نتوما بعد ما تجملوا الاكتاف تاعكم يعني تخيطوا الامام والخلف مع بعض تروحوا تقيسوا طول الرقبه يعني من الامام ومن الخلف. من بعد نروحوا نفصلوا الكول تاعنا. يعني كنت عملتها لكم فيما سبق في فيديو من قبل، قلنا نقيسوا الرقبه الاماميه ونقيسوا الرقبه الخلفيه ونزيدوا 2 سنتيم للخياطه. هذا بالنسبه للكول تاعنا. راح نشوفوا كيف نفصلوا. نجيو هنايا نقيسوا كامل الرقبه كما قلت لكم ونزيدوا 2 سنتيم. هنا يكون طول الرقبه اماميه وخلفيه زائد 2 سنتيم. بالنسبه للعرض تاع الكول يعني حبيتو ديروه 10 سنتيم، حبيتو 15 سنتيم، حبيتو 20 سنتيم، هذا طبعا يعتمد على كل واحد واش حاب العرض تاع الكول تاعو. هكذا كما قلنا حددنا طول الرقبه كامل وزدنا 2 سنتيم للخياطه. راح نجي نحدو عرض الكول تاعنا. عرض الكول هنايا راح نعملوه على 2 باش تجينا الرقبه مفينيه. مثلا نعملوه 15 سنتيمتر يعني نعملوه دوبلي 30 سنتيم. كي نطويوه بهذا الشكل الجهه هذه راح تجينا الاستيكي يعني للرقبه، والجهه الطيه هذيك راح تجينا مفينيه يعني ما نضلوش نخدموا عليها. بهذه الطريقه تجينا مفينيه ومخدومه. طبعا نجيبوا القطعه هذيك نخيطوها. هنا بالك يعني ما كانتش الصوره واضحه. قلنا هنا عرضها 30 سنتيم بهذا الشكل هكذا. نروحو نطويوها على 2. كنا حددنا عرض طول الرقبه امام وخلف وحددنا عرض الكول تاعنا مثلا قلنا 15 سنتيم عملناها دوبلي. من بعد نروحو نخيطو من جهه. انا نعتذر لان ما كانتش واضحه لكن راني عملتها يعني معكم من قبل في فيديو اخر. نجيو نخيطوها من جهة 30 سنتيم هذيك يعني من العرض هذاك. نجملو القطعة تاعنا على الجهتين نعملو لها خياطة. ومن بعد نقلبو الكول تاعنا رايحين نتحصلوا عليه مقفول. من بعد يعني نطويوه على 2 ونروحو نخيطوه يعني تحصلوه على شكل حلقة ونخيطوه هنا في المكان الرقبة. نعتذر البنات هنايا ما كنتش منتبهه. كما قلنا بعد ما نخيطوا الكول تاعنا
نكونوا يعني جملنا الأكتاف وخيطنا الكول. نركبوا طبعا الأكمام ونجيو نجملوا الجانبين بهذا الشكل، يعني فقط نخيطوه. هنا طبعا نخليو فتحة كما في الموديل، يعني راه كاينه فتحه هنايا مسافه، تخليو مسافه يعني 15 سنتيم او 20 سنتيم، نتوما واش حبيتو تخليو الفتحه هنا على الجانبين في هذا المكان. ان شاء الله تكون مفهومه. هذا بالنسبه للجزء العلوي. نروحوا طبعا للجزء السفلي اللي هو السروال. طبعا كما قلنا الانسامبل هذا هما قطعتين، الجزء العلوي والجزء السفلي. بالنسبة للسروال البنات نحتاجو هنا 1.10 بهذا الشكل، نطويه على 4، نطوي القماش تاعنا على 4. نحدو هنا عرض الخصر طبعا زائد قيمة لاستيك، هنا لازم عرض الخصر زائد قيمة لاستيك. راح ننزل مسافة 40 سنتيمتر. طبعا هنا 40 سنتيمتر ما حسبنا العطفة تاع لاستيك، انتم يعني تحسبوا سواء كان استيك يعني عريض او نتوما واش درتو استيك. راح ننزل هذه المسافة ثم نخرج بلا فورش تاعنا، يعني تقدروا تنزلوا تخرجوا 6 كاين 8 كاين 10، يعني على حساب كل وحده ولا طاي تاعها، طبعا على حساب دورة الحوض. هنا كما قلنا اذا كان يعني قماش الاستيكي ما تخرجوش يعني فيه بزاف. نخرجوا هنا مثلا قلنا مثلا 5 أو 6 سنتيمتر بهذا الشكل. حددنا هنا لافورش تاعنا ورسمنا التحريفة هذيك. نجيو هنا نحدو الطول تاعنا، حنا قلنا 1.10، راح نحدو الطول الكلي هنايا. بالنسبة للعرض البنات هنا مثلا اللي في الحجاب يعني او في السروال العادي نقدروا نحتاجو العرض 20 سنتيم، لكن هنا في الموديل هذا راهو عريض، يعني تقدروا كل وحده واش حابه تخرج، يعني تخرج من 25 حتى يعني 30 سنتيمتر. طبعا كل وحده ويعني واش حبت العرض اللي تخرج به. وراح نوصل بخط بهذا الشكل، نحدو قيمة 25 أو 30 سنتيم، حنا واش حبينا، ونوصلو بخط. هنا كملنا السروال تاعنا. طبعا الخط هذاك ما يجيش مستقيم، يجي شويه مائل. ونقصو الشكل اللي تحصلنا عليه هنايا امام وخلف مع بعض بهذه الطريقه، نكونوا فصلنا السروال امام وخلف. كملنا هنا البنات، راح نفتحو بهذا الشكل. طبعا هنا نجيو للجهه الاماميه، انا حبيتوه يعني تفتحوه في المنتصف، تفتحوه من بعد تعيدوا الخياطه. انا هنا ما فتحتش فقط باش ما يتخلط لكمش. نجيو هنا ننزلوا مسافه من 4 الى 5 سنتيمتر من جهه الامام. طبعا جهه الامام دائما السروال دائما كي تلبس جهه الامام تلقاو يجي نازل على الجهه الخلفيه، ونوصلوا بخط هنا من بعد نقصوا. نجيو هنايا في جهه الامام هنا في الحرده هذه تاع السروال ندخلوا مسافه 2 سنتيمتر بهذا الشكل، ونعاودو نرسمو خط نقصو يعني في هذا المكان. نتوما تحاولوا يعني ما تدخلوش في القيمه بزاف باش ما ينقصناش السروال تاعنا هنا في هذا المكان، يعني اعرض منطقه. نقصوا هذيك الخط اللي عملناه او الزياده هذيك نحيوها، وهذه راح تكون فقط في الجزء الامامي. ان شاء الله تكون واضحه ومفهومه. نفتحوا الجزء الامامي، نفتحوا السروال تاعنا بهذا الشكل هكذا، تحصلوا عليه هكذا يكون الامام هابط على الخلف. هذا الامام، والجزء الخلفي راح يكون يعني اكبر منه هنايا. ان شاء الله تكون مفهومه. طبعا من بعد نروحو نجملوا القطع هذو هنا الامام مع الامام، هنايا خيطوا الامام مع الامام هكذا. راح فقط نمسك لكم هنا بالشريط اللاصق فقط باش يتوضح لكم. قلنا نخيطوا جهة الامام مع الامام وجهة الخلف مع الخلف، نتحصلوا عليه بهذا الشكل. نزيدو نمسكوا الجهة الثانية هكذا، يعني
هذه جهة الخلف نزيدو نمسكوها هنا. فقط عملتكم شريط اللاصق فقط باش يتوضح يعني للمبتدئات. ثم يعني تخيطوه بالماكينة نتحصلوا عليه بهذا الشكل. من بعد طبعا نفتحوا ونروحوا نخيطوا الجهة الأخرى يعني تاع الرجلين هنايا بهذا الشكل يعني، ونخيطوا لاستيك. ان شاء الله تكون يعني مفهومة وواضحة. هنا نجيو نخيطوا هذا الجزء هذا ونركبوا طبعا لاستيك هنا في الأعلى. هذا بالنسبة للسروال. ان شاء الله تكونوا فهمتوا. هنا اللي تحب تفتح وتعاود خياطة تفتح وتعاود تخيط. انا هنا يعني خليتوكم يعني مش مفتوح وما قصيتوش فقط باش ما تتلخبطش المبتدئات. هذا بالنسبة للسروال. كما قلت لكم هذه الجهة هذه تقدروا تفتحوها وتعاودوا لها الخياطة. هذا هو شكل السروال كما شفتوا راح يجينا بهذه الطريقة. هكذا ان شاء الله يكون مفهوم وواضح. هذا هو يعني طريقة تفصيل لونسامبل تاعنا تاع اليوم اللي راهو يعني دارج هذا العام كما راكم تشوفوا ومطلوبين يعني. البنات جينا لنهاية لا فيديو. نقول لكم الى اللقاء وفرجة ممتعة ان شاء الله. وان شاء الله تكونوا يعني استفدتوا من الفيديو تاع اليوم. نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله مع موديل اخر. ونتمنى يعني نكون قدرت نوصل لكم الفكرة تكون يعني واضحة. هذا بالنسبة للقطع العلوية تاعنا. هذا الكول كما شفتوا وهذو الاكمام كيفاش يركبوا. وهذا تفصيلة السروال. ان شاء الله نكون افدتكم. نقول لكم الى اللقاء في فيديو اخر مع موديل اخر ان شاء الله. سلام.